السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اول مرة اعمل فيديوهين في نفس الليلة. ساعات بعمل فيديوهين في نفس اليوم، بيبقى واحد الصبح وواحد بالليل، بس ده قليل جدا. دي اول مرة اعمل فيديو تاني خلال اول 6 او 7 ساعات من الفيديو الاولاني. الفيديو ده توضيح عام ورد على سؤال متابعة حبيبتي. انا عارفة انها متقصدش اي حاجة خالص، هي بتتكلم عادي جدا جدا جدا. إيه، وبتطلب ان انا اتكلم في موضوع مهم يهم كل واحدة. انا ما رضيتش ارد في تعليق لكذا سبب. اولا ان الرد في التعليق بيظهر اول سطرين والباقي ما بيظهروش، حتى لو ضغطتوا على عرض المزيد ما بيظهرش، فبالتالي هي مش هتشوف تعليقي كله وحضراتكم مش هتشوفوا تعليقي كله. تاني حاجة، الموضوع اللي طلبت ان احنا نتكلم فيه هو فعلا موضوع مهم. تالت حاجة، توضيح لحاجات معينة كده انا اتكلمت فيها قبل كده عن نفسي، بس مش بالتفصيل الممل. دي اخر مرة انا هتكلم فيها عن نفسي صحيا. تمام. معلش انا اسفه هطول عليكم شويه يعني. طبعا هي بتسال على او عاوزاني اتكلم عن اهتمام الست بصحتها، لان دي اهم حاجه في الدنيا. اهم من كذا حاجه تانية، يمكن هي تقصد اهم من التوفير واهم من الفلوس والكلام ده، علشان هي ردت عليا في الفيديو الاخير بتاع الكتاب your money or your life، فلوسك ولا حياتك. المهم، انا اسمي رحاب، انتوا عارفين. انا طول عمري كنت بميل للتخن او جسمي مليان. تمام. قعدت فترة طويلة جدا، فوق 90 كيلو. كنت بوصل ل94 وقف واخسس. تمام. وما كنت بخسس بوصل لحد 78، وارجع اتخن تاني لحد ال94 وانزل تاني لل78. تمام. طيب، بدخن ليه؟ بخسس ليه؟ كنت بدخن لان انا من النوع اللي لما بيزعل او بيتضايق بيحط همه في الاكل، او ما بيحسش بنفسه هو بياكل قد ايه، بجوع. انا مجرد ما بزعل او اتضايق بجوع على طول اوتوماتيك. دي حالة نفسية، ده اكيد. يعني في ناس اما بتزعل بتقلل اكلها او نفسها بتتسد، وناس لما بتزعل نفسها بتتفتح. فطبعا اكل كتير وحرقي ضعيف جدا، كان عندي كسل في الغدة الدرقية، وده يؤدي لكسل الحرق جدا 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 مع الاكل الكتير، فده كان بيوصلني ل 94. اوقات كنت بهتم وبروح لدكتور دايت وامشي مع الدايت وانزل نص كيلو في الاسبوع بالرغم من الالتزام، لان حرقي ضعيف زي ما قلت لكم. بس كنت بوصل لل 78 والدنيا بتبقى تمام. اول ما اسيب الدايت الدنيا بتبوظ تاني. معنى كده انا لازم ابقى في دايت طول العمر. مفيش حد ابدا في الدنيا بيفضل في دايت طول العمر. حلو قوي انك تهتمي بصحتك، حلو قوي ان انت تهتمي بوزن جسمك انه ما يزيدش، بس في عوامل كتير بتأثر عليكي. مش هنضحك على بعض ونقول ان انت اهتمامك ده هو اللي هيأثر على الجسم، لا. في ناس التخن عندها من اقل حاجه بتاكلها، في ناس مهما اكلت ما يبانش عليها. طبيعه اجسام كل واحده، طبيعه جسمها غير التاني. طبعا اكيد كان نفسي ان انا طول عمري يبقى وزني كويس، وكان نفسي طول عمري ان انا احافظ على صحتي، ده اكيد. مفيش حد بيكره ان صحته تبقى كويسه او ان وزنه يبقى كويس. لما كنت مليانه او تخينه كنت كل ما اروح لمحل هدوم عشان اتفرج او اشوف حاجه البسها من قبل ما ادخل كان بيتقال لي ما عندناش ماسك 94 كيلو، بالرغم من ان انا اعرف ناس وزنهم كبير فوق ال100 وفوق ال120 وبيلبسوا حلو جدا جدا جدا. انا كان بيتقال لي ما عندناش مقاسك. كان بيتقال لي يا حاجه. انا الكلام ده المفروض ما اقولوش. طبعا تخن الجسم بيدي عمر زياده عن عمرك. المهم، كسل الغده الدرقيه فجاه اتقلب بقى زياده افراز في الغده الدرقيه، من غير اي برشام، من غير اي علاج، من غير اي اسباب. ما كنتش اعرف ان هو اتقلب لزياده افراز في الغده الدرقيه. انا لقيت نفسي فجاه ما بنامش كويس بالليل، على طول تعبانه ومجهده. آه، كنت بدخل الحمام كتير، شكيت ان عندي سكر. لقيت ان وزني بيقل، باكل كتير جدا 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 جدا، اكتر من الطبيعي، اكتر من ما كان عندي كسل، ومع ذلك الوزن بدأ يقل.
فرحت للدكتور بطنه عشان اكشف، وقلت له الاعراض كذا كذا او بيحصل كذا كذا. قال لي هتعملي تحليل سكر وتحليل غده درقيه. قلت له عندي كسل في الغده الدرقيه. قال لي بس بتخسي، الكسل يتخن. عملت تحاليل، طلع عندي زياده افراز في الغده الدرقيه. ايه اللي حصل في النص واتقلبت من كسل لزياده افراز؟ ازاي وليه معرفش. ما علينا. زياده الافراز ده ادى ان انا من غير ما اروح لدكتور، من غير ما اخسس، من غير ما اروح جيم اللي كنت بروحه اوقات عشان اخسس، من غير ما اعمل اي حاجه خالص، انا باكل كتير جدا 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 وبخس جدا جدا جدا. انا وصلت برضو لحد وزن ال 78. كان وزني يتراوح ما بين ال 78 وال 81. المهم فجأة من سنتين، او بالظبط من سنتين الا 3 شهور، بدأت احس بأعراض تعب مختلفة عن أعراض الغدة الدرقية، سواء كسل أو زيادة إفراز. طبعا رحت عند كذا دكتور أكشف وحلل وحاجات كده، طلع عندي مرض مناعي. الكلام ده أنا قلته قبل كده كذا مرة. المرض المناعي اللي عندي يمكن أنا ما قلتش هو إيه. واحدة أو اتنين سألوني في التعليقات ورديت على قد الرد في التعليقات. دي أول مرة هتكلم في فيديو عنه. عندي حاجة اسمها ذئبة حمراء، لو تسمعوا عنها. لو ما تعرفوهاش ادخلوا على اليوتيوب وعلى النت وشوفوا المرض ده ايه واعراضه ايه. اعراضه صعبة جدا جدا. بيجي من ايه؟ هل انا ما كنتش محافظة على صحتي؟ بالعكس، كنت بحاول اظبط وزني على قد ما اقدر، كنت بحاول احافظ على صحتي على قد ما اقدر. في حاجات بتيجي انت مش السبب فيها، خارجة عن ارادتك. امال ايه السبب؟ الزعل. قلت لكم ان انا كنت بزعل كتير وكنت بحط همي في الاكل. المهم زعل على زعل على زعل على زعل، كل ده طبعا مش سهل، ادى لظهور حاجه زي الذئبه الحمراء. المهم طبعا بحاول على قد ما اقدر ان انا اظبط بقى علاجاتي والتحاليل والدكاتره والكلام ده كله. لسه قايله لكم ان انا كنت في القاهره امبارح يوم الثلاث، رحت للدكتور وهقول اسمه كمان، بس مش عارفه ده يبقى دعايه ولا لا، مش هينفع اقول اسمه. اللي عايز يسال على اسمه في التعليقات عادي. الامراض المناعيه امثلتها الروماتيزم، الروماتويد، الذئبه الحمراء. اقواهم واشدهم الذئبه الحمراء. اقوى مرض مناعي عامه، يؤدي لحاجات مش كويسه ابدا ابدا ابدا. ده اللي انا بحاول احافظ عليه ان انا ما اوصلوش. ممكن يؤدي لفشل كلوي، بحاول على قد ما اقدر ما اوصلوش. ممكن يؤدي الى توقف القلب او حاجات مش كويسه في الدماغ او في المخ. المهم فعشان كده انا بجري على دكاتره عشان خاطر اقدر اظبط نفسي، اظبط الصحه، اظبط الجسم. طبعا باخد كورتيزون. انا كنت 78، اخدت كورتيزون بقالي سنه و8 شهور، وصلت دلوقتي ل 92. يعني انا زدت 14 كيلو في سنه و8 شهور. مش بايدي، مش انا اللي اخترتها، حاجه كانت من عند ربنا. الحل ايه بقى؟ الحل ان انا احاول استمر في التحاليل باستمرار عشان اي حاجه تيجي تتلحق بدري بدري. اخد الدواء باستمرار، ابعد عن اي زعل. ازاي دي معرفش. يعني كل دكتور يقولك ابعدي عن الزعل. هو الزعل ده انا بضغط على زرار بعدت عن الزعل؟ انا دلوقتي بقيت كده، بس على قد ما اقدر. مهما حاولت ابين ان انا مش زعلانه، فاكيد كل واحد فينا من جواه بيتكسر في حاجه، بيتضايق من جواه، يبين انه مش متضايق، يخرج يشم هوا، يغير جو، يجيب ايس كريم، يجيب شوكولاته، يجيب نسكافيه، يغير جو مع اولاده، بس من جوه بيبقى في حاجه مكسوره. تمام؟ او شخصيات، يعني يمكن في شخصيات ما عندهاش ده، ما بتحسش، ما اعرفش. بس انا بالنسبه لي بقول بتكلم عن نفسي. المهم وقلت لكم ان انا هحاول اقلل الكورتيزون او اظبط نسبه الكورتيزون عشان ليله التخن دي. فكل واحد فينا صح، معاك حق، لازم يحافظ على صحته ولازم اتكلم في الموضوع ده. انا لو كنت كويسه كنت اتكلمت في الموضوع ده وباستفاضه، لكن انا شايفه نفسي حاليا غير مؤهله ان انا اتكلم في الموضوع. لكن كالحفاظ على الصحه لازم كل واحده تحافظ على صحتها، لازم كل واحده تتبع نظام غذائي سليم عشان خاطر تبقى في وزن مثالي. مش لازم مثالي بالظبط يبقى زي طولك بالظبط ناقص 100،
يعني لو طولك وزن، لو طولك 160 ما يبقاش وزنك 60 بالظبط، ممكن يبقى 70 75 بس ما يزيدش عن كده. ده مثال. اهم حاجه خدي بالك، خدي بالك، خدي بالك من صحتك، خدي بالك من حالتك النفسيه. خدي كلامي من واحده الحاله النفسيه هي اللي اثرت على صحتها. حالتك النفسيه ثم حالتك النفسيه ثم حالتك النفسيه. انت اولا، انت اهم، انت كل حاجه، وطز في اي حاجه تانية تضايق. اخر مره هتكلم عن صحتي، اخر مره هقول انا عندي ايه او بتعالج في ايه او بجيب علاجات ايه. بس عشان انا مش عايزه ادخل لكم طاقه سلبيه، وكنت مقرره ما اتكلمش في الموضوع ده، بس بما ان الطلب مني ان انا اعمل فيديو عن الصحه والاهتمام بالصحه والوزن والحاجات دي، كان لازم اوضح حاجات كتير. ملحوظه كمان، ملحوظه معلش. دلوقتي انا ما ينفعنيش الجيم نهائي، لان انا عندي غضروف وعلق نسا، ودول ما ينفعش ان انا امارس معاهم الرياضه، فبالتالي الوضع مش ظريف من كذا ناحيه. اسفل صاحبه التعليق ان انا ما فتهاش او ما جاوبتش على التعليق، انا قلت الفيديو علنا للجميع، كل المشتركين عني هيسمعوا وهيشوفوا. طبعا ناس كتير منكم عارفين الحاله اصلا، زمايلي او قرايبي او جيراني كده. وعامه خير، كله خير، احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. انا اسفه ان انا ضايقتكم، ومش هتكلم في الموضوع ده تاني. ارجوكم ما حدش يسالني في اي حاجه تخص الموضوع ده تاني خلاص، عشان انا عايزاه اقفل عليه. هسيبكم واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.